السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة. والحلقة النهاردة هتكون حلقة مهمة جدا لانها عن قائمة مسلسلات رمضان حتى الان. والقائمة دي قبل الزيادة ان تدخل مسلسلات في الوقت الاخير، وقبل كمان لان في مسلسلات تنسحب بسبب الوضع اللي احنا فيه ووباء كورونا المنتشر. ولكن حتى الان القائمة اللي هنقولها لكم هي القائمة اللي هتخوض رمضان 2021 بالكامل، بمعنى ان المسلسلات دي خلاص منها اللي دخل استديوهات التصوير ومنها اللي خلاص انتهى من التحضير وهيبدأ تصوير خلال ايام قليلة. قبل ما نخش على القائمة انزل بسرعة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد في الفترة القادمة. أول مسلسل معانا في القائمة هو مسلسل عش الضبابير. عش الضبابير اللي هيقوم ببطولته النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، واللي هتكون قصته قريبة جدا من فيلم سلام يا صاحبي. يعني هيكونوا صديقين وهياخدوا الحياة بالدراع لحد ما يوصلوا لهدفهم. المسلسل اللي هيكون من إخراج أحمد خالد موسى ومن تأليف محمد سيد بشير، والمسلسل بالفعل ابتدى التصوير في لبنان. والمسلسل بيضم مجموعة ضخمة من الفنانين، والأول مرة بيشترك مصطفى شعبان وعمرو سعد مع بعض في عمل واحد. ومش بس كده، كمان جايبين نجوم كبار زي ياسمين رئيس ونجوم آخرين من العيار الثقيل. المسلسل التاني معانا هو مسلسل الاختيار في جزء التاني. مسلسل الاختيار اللي هيكون من بطولة كريم عبد العزيز في الجزء التاني، وهيشاركوا في البطولة النجم الكوميدي أحمد مكي، ولكن هيكون بدور غير كوميدي. النجم كريم عبد العزيز هيكون شخصية زكريا خلال أحداث العمل، وأحمد مكي هيكون يوسف الرفاعي اللي هتتحول وجهته وهيقوم بخيانة الوطن وهيغير اسمه لأبو يوسف. والعمل بيضم مجموعة كبيرة من النجوم أيضا ومجموعة كبيرة من ضيوف شرف زي الجزء الأول. المسلسل حقق نجاح كبير في الجزء الأول، كان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، وبالفعل المسلسل بدأ التصوير منذ عدة أسابيع. المسلسل اللي هيكون من تأليف الكاتب هاني سرحان مؤلف الجزء الأول، ومن إخراج بيتر ميمي مخرج الجزء الأول. المسلسل رقم 3 هو مسلسل النمر للنجم الكبير محمد إمام، اللي قرر إن هو يخوض بالسباق الرمضاني المقبل 2021. المسلسل اللي هيكون دراما صعيدية لأول مرة محمد إمام بيتجه للدراما الصعيدية، وهيكون أكشن كمان، وهتسنده في البطولة النجمة هنا الزاهد. والمسلسل هيكون من تأليف نفس مؤلف مسلسل هوجن محمد صلاح العزب، وبنفس مخرجة مسلسل هوجن المخرجة شيرين عادل، علشان يخوض السباق الرمضاني 2021 محمد إمام ويقدر يجاري الدراما الساخنة خلال الموسم الدرامي القادم. المسلسل رقم 4 هو مسلسل نسل الأغراب للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، اللي هيكون مليء بالإثارة والأكشن والدماء، واللي بيضم مجموعة ضخمة جدا من النجوم اللي جمعهم المخرج محمد سامي من مسلسلاته الناجحة، من مسلسل برنس ولد الغلابة، وكمان من مسلسل الأسطورة. جمع الممثلين اللي بينجحوا معاه على طول في عمل درامي واحد، وهو هيكون من كتابة محمد سامي ومن إخراجه. ودايما محمد سامي عودنا لما يكون عمل من كتابته وإخراجه دايما بيحقق نجاح كبير. وهنشوف محمد سامي هيعمل إيه مع النجمين الكبار أمير كرارة وأحمد السقا في موسم رمضان المقبل في مسلسل نسل الأغراب. النجم محمد رمضان اللي هيخوض السباق الرمضاني بمسلسل موسى، اللي كان المسلسل اتوقف لفترة. كان بيقول ان محمد رمضان اتوقف عن التمثيل، ولكن رجع محمد رمضان تاني ورجع المسلسل تاني علشان يخوض بيه السباق الرمضاني المقبل. وهو من نوعية الدراما الصعيدية الأكشن اللي هيحكي فيه قصة خط الصعيد أشهر مجرم في تاريخ مصر. والمسلسل هيكون من تأليف ناصر عبد الرحمن والمخرج الشاب المميز محمد سلامة، وأيضا بيشاركوا في البطولة مجموعة كبيرة جدا من النجوم اللي في اعتقادي هيحقق نجاح كبير أيضا في موسم رمضان 2021.
مسلسل حرب أهلية اللي هتخوض بيه السباق الرمضاني النجمة الكبيرة يسرا، وبتشترك معاها في البطولة النجمة اللبنانية الكبيرة أيضا هيفاء وهبي، وهتكون ضرتها خلال أحداث العمل. وهنشوف عمل مميز جدا بعد نجاح النجمة يسرا في موسم رمضان السابق 2020 بمسلسل خيانة عهد، اللي قررت يسرا إن هي تجيب نفس كرو العمل علشان يساندها في موسم رمضان المقبل، أيضا بالمؤلف والمخرج والشركة المنتجة، وكمان مجموعة كبيرة من أبطال مسلسل خيانة عهد بيشتركوا مع النجمة يسرا في مسلسل حرب أهلية، بالإضافة إلى النجمة الكبيرة هيفاء وهبي. مسلسل كوفيد 25 اللي قرر النجم يوسف الشريف يتراجع بعد ما قال ان هو مش هيخوض السباق الرمضاني المقبل 2021، ولكن يتراجع عشان لقى فكرة مميزة زي افكاره دايما الغريبة المميزة اللي بيمتعنا بيها في كل موسم رمضاني. والفكرة ديت هتعتمد على الوباء اللي منتشر في الايام ديت، ولكن هيقول ان في 25 هيطلع وباء تاني غريب جدا حول الناس لحاجات تانية غير البني ادمين، ودي فكرة هتكون مميزة الناس هتتابعها بشغف في موسم رمضان المقبل. وزي ما عودنا دايما يوسف الشريف التميز، والمسلسل هيكون من كتابة زوجته إنجي علاء ومن إخراج المخرج المميز اللي حقق مع الفنان يوسف الشريف نجاحات كبيرة المخرج أحمد نادر جلال. مسلسل ظل راجل اللي قرر النجم ياسر جلال ان هو يخوض السباق الرمضاني بمسلسل جديد بعد ان اعتذر عن مسلسل سيف الله اللي توقف تماما، وبعدها قال ان هو مش هيشترك في الموسم الرمضاني، ولكن لقى فكرة مميزة قرر ان هو يرجع عن فكرة توقفه عن السباق الرمضاني المقبل ويعود بمسلسل ظل راجل، المسلسل اللي هيكون من التيمة الشعبية اللي دايما بتحقق نجاحات كبيرة. المسلسل هيكون من تأليف احمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وتعاونوا كثيرا أحمد عبد الفتاح وأحمد صالح في كل أعمال مصطفى شعبان الأخيرة اللي كانت بيغلب عليها التيمة الشعبية، وكانوا بيحققوا نجاحات كبيرة علشان يتعين بيهم النجم ياسر جلال في مسلسله القادم. مسلسل هجمة مرتدة اللي بيخوض بيه السباق الرمضاني المقبل النجم الكبير أحمد عز، وبتعاونه في البطولة النجمة الكبيرة هند صبري علشان يخوضوا السباق الرمضاني بمسلسل قوي جدا، مسلسل عن قصة من ملفات المخابرات المصرية. والمسلسل اتأجل من موسم رمضان السابق وبيرجع في موسم رمضان 2021 علشان يخوضوا بيه السباق الرمضاني، ومن المتوقع انه يحقق نجاح كبير المسلسل ده علشان مسلسل بيشبه جمعة شوان ورأفت الهجان والزيبق، كمان المسلسلات اللي الناس بتحب تشوفها دايما. والنجم أحمد عز هيعود بعد غياب للدراما من جديد علشان يحقق النجاح إن شاء الله في موسم رمضان المقبل. المسلسل بالفعل قد تم تصوير نص حلقاته وهيكون من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب. مسلسل الملك للنجم الكبير عمرو يوسف اللي قرر يخوض السباق الرمضاني بتجربة غريبة عليه وغريبة على الدراما المصرية، وهي هيجسد فيها شخصية الملك أحمس في مسلسل فرعوني لأول مرة بتحصل في الدراما المصرية. ولكن قصة المسلسل حلوة جدا تشدك، رحلة كفاح شخص ما كانش ليه في الحرب، ولكن بعد انهيار إمبراطورية أهله والاحتلال بيقرر ان هو يبقى ليه وفعلا بيرجع الأرض من جديد. مسلسل هيكون مشوق جدا وقوي جدا وبيضم مجموعة كبيرة من النجوم الأقوياء، وعلى رأسهم النجمة صبا مبارك اللي حققت مع النجم عمرو يوسف نجاح كبير في عدة أعمال سابقة، وعلشان كده بيستعين بيها مرة تانية النجم عمرو يوسف في مسلسله القادم. المسلسل قصة نجيب محفوظ وهيكون من تأليف الكاتبة شيرين عادل، وهيكون من إخراج المخرج حسين المنباوي اللي حقق نجاح في موسم رمضان السابق في مسلسل ألف التوة مع النجم ياسر جلال. مسلسل لحم غزال للنجمة الكبيرة غادة عبد الرازق، وبتعاونها في البطولة النجمة الكبيرة أيضا وفاء عامر، ومتوقع للمسلسل نجاح مميز أيضا. والمسلسل هيكون من تأليف أيمن سليم ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.
مسلسل بين السماء والأرض اللي هيخوض بيه سباق الرمضاني النجمة هاني سلامة، وبتشاركوا في البطولة النجمة غادة عادل بعد ما انسحبت النجمة ليلى علوي من بطولة المسلسل علشان يخوضوا مسلسل لقصة الأديب الكبير نجيب محفوظ كمان، وهي القصة اللي اتعملت فيلم زي ما قلنا لكم قبل كده، وهتكون أحداثه في الأسانسير وبيتطرق لمشكلات حياتهم خلال عطلة الأسانسير، ومتوقع للمسلسل نجاح مميز. المسلسل اللي هيكون سيناريو حوار إسلام حافظ ومن إخراج مندو العدل. مسلسل وضع طيران للنجمة الكبيرة نيللي كريم اللي هتخوض بيه السباق الرمضاني 2021، ولكن الاسم قابل للتغيير. وصرحت النجمة نيللي كريم وقالت المسلسل مش هيكون لا كوميدي ولا هيكون نكد، ولكن من اسم المسلسل ومن متوقع وضع طيران يعني هتكون قصة فيها إثارة وجريمة وحاجة من هذا القبيل، ولكن لسه لم تكتمل كتابة المسلسل، والمسلسل هيبدأ تصويره خلال أيام قليلة بعد ما يكمل الكاتب عمرو الدالي كتابة عدة حلقات، وهيكون المسلسل من إخراج أحمد خالد. مسلسل اللي ملوش كبير للنجمة ياسمين عبد العزيز، وده المسلسل اللي قررت النجمة ياسمين عبد العزيز انها تخوض بيه السباق الرمضاني المقبل على ان يشاركها البطولة زوجها النجم احمد العوضي، وبالاشتراك مع الكاتب عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكري اللي حققوا النجاح معاها في موسم رمضان السابق من خلال مسلسلها ونحب تاني ليه، وقررت انها تتعاون معاهم في موسم رمضان المقبل 2021 بمسلسل اللي ملوش كبير علشان يحاولوا يحققوا نفس النجاح اللي حققوه في موسم رمضان السابق. نجيب زاهي زركش يعود النجم يحيى الفخراني للدراما من جديد بعد آخر أعماله بالحجم العائلي اللي حقق نجاح مش بطال، وكان من إخراج نجله شادي الفخراني، وقرر إن هو يعود للموسم الرمضاني المقبل 2021 بعمل درامي جديد هيكون من كتابة الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال. عبد الرحيم كمال عودنا على كتاباته المهمة والمحترمة اللي كان دائما يتعاون مع النجم الراحل نور الشريف، وفي الآونة الأخيرة أصبح بيتعاون مع النجم الكبير يحيى الفخراني. نجيب زاهي زركش اللي خلال أحداث العمل أولاده هيقسوا عليه وهيضطر يلجأ إن هو يفتح ملجأ ويربي فيه الأيتام علشان يعتبرهم أبنائه بدلا من أبنائه الحقيقيين الجاحدين عليه. وننتظر مسلسل مهم للنجم يحيى الفخراني في موسم رمضان المقبل هيكون من كتابة عبد الرحيم كمال ومن إخراج نجله شادي الفخراني. مسلسل بعنوان قصر النيل للنجمة الشابة دينا الشربيني اللي هتخوض بيه السباق الرمضاني 2021 اللي عودتنا في الآونة الأخيرة على الاشتراك في كل موسم رمضاني بعد آخر أعمالها زي الشمس ومن قبله مليكة ولعبة النسيان، وقررت إنها تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل قصر النيل، المسلسل اللي بيضم مجموعة كبيرة من النجوم الشباب وهيكون من كتابة محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج خالد مرعي. مسلسل اللعبة الجزء الثاني للنجمين هشام ماجد وشيكو، واللي حقق جزءه الأول نجاح كبير في موسم رمضان السابق، واللي اتعرض قبلها على منصة شاهد VIP، وبرضه هيتعرض جزءه الثاني على منصة شاهد VIP في شهر يناير، ويتعرض في شهر رمضان على القنوات الفضائية. المسلسل اللي من كتابة أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر ومن إخراج معتز التوني. مسلسل الطاووس اللي هيعود بيه النجم السوري جمال سليمان إلى الدراما المصرية من جديد، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، والمسلسل اللي بدأ تصويره بالفعل علشان يدخل في منافسة موسم رمضان 2021 المقبل. المسلسل اللي من كتابة محمد ناير ومن إخراج المخرج الكبير رؤوف عبد العزيز. مسلسل تقاطع طرق النجمة الكبيرة منى زكي اللي اتأجل من موسم رمضان السابق، وعلشان كده خلاص فاضل فيه أيام قليلة وينتهي من تصوير أحداثه بالكامل، وعلشان تخوض بيه السباق الرمضاني المقبل. المسلسل اللي بتدور أحداثه في إطار الخيانة الزوجية، هتتجوز النجمة منى زكي في أحداث المسلسل من النجم محمد ممدوح تايسون بعد ما اتعرف عليها وهي شغالة في مزرعته مهندسة زراعية،
وبتكتشف خيانته ليها مع النجمة الأخرى عائشة بن أحمد. وبعد ما تعرف تجارته المشبوهة للمخدرات هتتجوز من النجم محمد فراج، وهتدور الأحداث في هذا الإطار. مسلسل ممتع ومشوق، انتظروه في موسم رمضان المقبل 2021 للنجمة الكبيرة بعد عودة حميدة للنجمة منى زكي للدراما من جديد. المسلسل اللي هيكون من تأليف وإخراج المخرج تامر محسن. مسلسل القاهرة كابول، المسلسل المؤجل من موسم رمضان السابق اللي هيكون من بطولة النجم طارق لطفي والنجم خالد الصاوي، وبيشاركهم في البطولة النجم فتحي عبد الوهاب. المسلسل اللي من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي، والمسلسل اللي اقترب على الانتهاء من تصويره لأنه بادئ التصوير من الموسم السابق. مسلسل ورد، وده البطولة الأولى للنجمة حنان مطاوع، النجمة اللي تألقت في الفترة الأخيرة وممثلة مميزة جدا وتستاهل البطولة من فترة، وعلشان كده هتخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد من بطولتها، وهتكون من مسلسلات التيمة الشعبية اللي بتنجح فيه دايما النجمة الشابة حنان مطاوع. المسلسل اللي هيكون من إخراج المخرج الشاب الجديد شادي حسين أبو شادي. مسلسل وكل ما نفترق للنجمة الشابة ريهام حجاج اللي بتخوض بالسباق الرمضاني المقبل، وده بيكون تاني بطولاتها. المسلسل اللي هيكون من تأليف أحمد وائل ومحمد أمين راضي، وهيكون من إخراج كريم العدل. مسلسل فوبيا، وده هتكون البطولة الأولى للنجم فتحي عبد الوهاب اللي هيخوض بها السباق الرمضاني المقبل 2021. المسلسل اللي كان مرشح لبطولته النجم خالد الصاوي، وبالفعل دخل صور عدة مشاهد ولكن بعدها اعتذر بعد ما حصلت مشاكل مع الشركة المنتجة، وعلشان كده الشركة المنتجة بترشح النجم فتحي عبد الوهاب. وبالفعل بدأ النجم فتحي عبد الوهاب تصوير مشاهد المسلسل اللي هيكون من تأليف طارق بركات ومن إخراج عادل الأعصر. مسلسل بنت السلطان، ودي البطولة الأولى للنجمة الكبيرة روجينا، ومن الملحوظ إن موسم رمضان ده بيجمع نجمين في كل عمل. والحاجة التانية اللي ملحوظة إن في نجوم ما كناش متعودين إن هم بيبقوا أبطال أعمال وبيخوضوا البطولة الأولى في موسم رمضان المقبل، ومنهم روجينا اللي هتخوض بمسلسل بنت السلطان، المسلسل اللي هيجمعها مع النجم باسم السمرة، وهيكون من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج أحمد شفيق. مسلسل النجمة دنيا سمير غانم اللي هتخوض بيه السباق رمضان 2021، واللي هو بيحمل اسم مؤقت باسم ضحكة الدنيا، اللي بتقول هيكون مسلسل مفاجأة وهيكون غير أعمالها السابقة. والمسلسل اللي هيكون من إخراج المخرج الدائم مع النجمة دنيا سمير غانم المخرج وليد الحلفاوي. النجم علي ربيع يخوض السباق الرمضاني المقبل ايضا بعمل درامي جديد، ولكن بتفكر الشركة المنتجة ان هي تعمل المسلسل 15 حلقة بس، وان يخوض الجزء الثاني من المسلسل نجم اخر وهو غالبا مصطفى خاطر، ولكن الشركة لم تحسم هذه الفكرة ولم يحدد اسم المسلسل حتى الان ولا اي تفاصيل عنه اعلنت، ولكن في تحضيرات للمسلسل بالفعل، ولما يكون في جديد في المسلسل ده هنبلغكم بيها. وكمان النجم احمد حلمي لسه في تحضيرات مسلسله الجديد ولسه ما فيش اي اخبار جديدة عنه، وكده دي قائمة ليست نهائية، ولكن هيكون في قائمة قريبا جدا استنوها علشان يدخل فيها التحديثات الاخيرة للدراما اللي هتخوض موسم رمضان المقبل 2021، والمسلسلات اللي هتخش جديد او اللي فيه منها انسحب ولا لا. هيكون موسم رمضان ممتع ان شاء الله، وربنا يبعد عنا الكورونا ويرفع الوباء، ونقول اللهم بلغنا رمضان بالصحة وسلام وأمان. شكرا لحضراتكم.